بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاويه؟ معاكم الناس الاحمر. يلا كده يا اهلاويه، عاوزين نوصل لألف مشترك. طبعا بكره في ماتش الاهلي والزمالك، يعني ماتش كان ولا على البال ولا على الخاطر بصراحه. ماتش كان مفاجاه من رابطه الانديه للجماهير المصريه، ان بكره في ماتش اهلي والزمالك الساعه 9 مساء ان شاء الله باذن الله. انا متوقع تشكيل بكره، وانا عارف القائمه اللي واخدها مستر كوره معاه، متوقع النتيجه، ونتكلم في كده كذا حاجه مع بعضينا ان شاء الله. اول حاجه طبعا انا نفسي بكره كابتن كرة ما يلعبش وسام مع جيرارد اشار. بصراحه انا ما بحسهمش هما بيعملوا حاجه مع بعضهم بصراحه، يعني ما مش راكبه معايا القصه دي يعني انا يا ريت يلعب تلاتة نص الملعب، ويلعب يا وسام يا جيرارد اشار، بحيث لا قدر الله وسام حصل له حاجه ولا المهاجم بتاعنا حصل له حاجه، يبقى معاك حد بره تعرف تنزله. اتوقع التشكيل، اتوقع الاول نعرف القائمه اللي واخدها بكره مستر كولر معاه. الشناوي، شوبير، حمزة علاء، كريم الدبيس، كوكا، العيش، رامي، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال، منون عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد، ندفد، حسين الشحات، محمد عبد الله، أشرف بن شرقي، وجيرارد ياشار، ووسام أبو علي. دي القائمة اللي خدها بكرة معاه مستر كورة معاه. قفشة مش موجود مع إنه كان اتعافى من إصابة، بس يلا مش مشكلة يا قفشة، معلش ماتشين على التوالي متبقاش موجود في ماتش القمة، ممكن تحصل حاجة وتخش في آخر لحظة، فنشوف الدنيا فيها ايه. يعني أنا أتوقع التشكيل إن نفسي يبدأ بيه مستر كورة بكرة، بعد كده نقول تشكيل هو هيلعب بيه بكرة. يعني أنا نفسي بكرة يلعب محمد الشناوي، مصطفى العش، أشرف داري، محمد هاني، وكريم الدبيس. الوسط بقى بيلعب منى عطية، وإمام عاشور، وأحمد رضا. وقدام يحط حسين الشحات، واشرف بن شرقي، واسامه ابو علي، او جورج اشرف مش فارقه. فانا نفسي العب كده، يعني نفسي يعني يبني نص الملعب. احنا المره اللي فاتت لما لعب جيرارد اشار مع وسام ابو علي ما حسيناش، وكنا نص الملعب بتاعنا فاضي، فما حسيناش بيهم بصراحه يعني. اما هو تشكيل مستر كوره بقى اللي هو متعود عليه طبعا، اللي هو كل ماتش بيلعب بيه، هو نفس التشكيل: محمد الشناوي، محمد هاني، يا رامي ربيعه، يا مصطفى العش، مع اشرف داري، مع كريم الدبيس، مروان عطيه، امام عاشور، اشرف بن شرقي، حسين الشحات، او اسامه ابو علي، وجيرارد ياشار. وده تشكيل بكره مستر كولر هيلعب بيه بكره ان شاء الله في ماتش الزمالك. وطبعا احنا مش عايزين نفكر مستر كولر اللي احنا ما كسبناش الزمالك من سنه 2023، فدي كتيرة قوي علينا مستر كولر احنا ما كسبش الزمالك في الفتره دي كلها. تاني حاجه، احنا دايما بنجيب جون وبعد كده بيرجعوا يتعادلوا معانا. حصل كده مرتين، مره في السوبر الافريقي، ومره في الدوري اللي فات، الماتش اللي فات بتاع الدوري المصري، دخلنا جول وبعد كده يدخلوا جول في اخر لحظات المباراه وبيتعادلوا معانا، وشكلنا وحش جدا يا كابتن كولر. فاحنا عاوزين بكره ان شاء الله نكسب الزمالك باي نتيجه، حتى لو 1-0 2-0 يعني فاهم. بس انا ان شاء الله بكره هنتوقع نتيجه ان شاء الله في اخر الفيديو ان شاء الله باذن الله. فده تشكيلي متوقع بكره ان شاء الله: نادي الزمالك مع النادي الاهلي. سوري، تشكيل الاهلي المتوقع بكره في ماتش الزمالك بكره. فيا ريت يعني كرة بقى يبقى فايق بقى، يفوق بقى كرة بتاع زمان اللي هو كسب زمان كذا مرة ورا بعض. فإن شاء الله بكرة نشوف الدنيا ماشية ازاي. تاني حاجة طبعا بقى ربنا يسترها بكرة مع التحكيم المصري. معرفش بصراحة، انت زنقت نفسك وزنقت الفرقة معاك وزنقت الناس كلها معاك بماتش الأهلي والزمالك زي كده، ومفيش حكام أجانب، جايب لنا حكم مصري مش فاكر معلوم مين بصراحة، بس يوني باين هو اللي هيحكم ماتش بكرة، وعلى الفار محمد الحنفي، فربنا يسترها. فانت لو كنت يعني اجلت الماتش مثلا بعد العيد ما كانش هيحصل حاجه، يعني ما كانش يقولوا لا يعني انت هتلعب ماتش واحد بس في الدور التاني. يعني انت لما قلت الدور التاني يبدا يوم 11، احنا افتكرنا بقى ان الدور التاني يبدا مثلا بقى ونلعب بقى تلات اربع ماتشات، انت تلعب ماتش واحد بس، ما كنت تلعب الماتش التاني يوم 12 4 وحطيت لنا بيراميدز ورا الزمالك. فكده حاجه كده شكلها مش مظبوطه من الرابطه واتحاد الكوره، انت تحط لنا ماتش الزمالك الاول وبعد كده تحط لنا ماتش الرابطه التاني. فطبعا في ناس بتتكلم ان الجمهور ومش الجمهور، وبكره ان شاء الله الجمهور بكره هيلتزم ومش هيشتم حد عشان احنا محتاجينهم في ماتش.
بيراميدز ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله في شهر 4. فان شاء الله بكره الجمهور يكون ملتزم، ما يشتمش حد، ما يعملش حاجه خارجه عشان ما حدش يتكتك لينا ويقف لنا على الواحده يا اهلاويه. فدي حاجه تانية بقى، نتوقع الماتش ان شاء الله الاهلي بكره يكسب يا 2-1 يا 3-1. بس هو ان شاء الله باذن الله كوره كده يلعب 3 نص الملعب، بلاش يلعب 2 نص الملعب، ويلعب بس وسام او جيرالدو يشار. الدنيا بتبقى سهله شويه، بتبقى زحمه، متعرفش مين بيلعب مين ومين بيروح مع مين. وياريت يسيب حرية شوية لأشرف بن شرقي وثبت إمام عاشور ورا شوية، علشان أشرف بن شرقي بصراحة بيعرف يتحكم في الكورة أكتر من إمام عاشور. أشرف بن شرقي مش متسرع، أشرف بن شرقي بيعرف يرفع الكورة كويس، بيشوف كويس، عينيه كويسة، بيعرف إمتى يباصي، إمتى يشوط، إمتى يرقص. لكن إمام عاشور أي كورة بتجيله يروح شايطها في السما، مش في السما يعني بيشوطها على طول. يعني هو حسين الشحات بصراحة لازم الحتة دي تتظبط عنده شوية. فإن شاء الله بكرة لينا فيديو تاني بعد المباراة، نتوقع نتكلم بقى اللي حصل ونحلل والماتش اللي حصل فيه، وإن شاء الله يكون كسبان. فيلا أهلاوية، عايزين نوصل ل1000 مشترك، فعلوا الجرس وشوفوا في القناة وادونا لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.